طيب الحمد لله على السلامة يا معلم. ومش هنتعامل بعنف ولا اي حاجه من الكلام اللي بيقولوا عليا فيه، ولا بيقولوا اصل انا بمسك العيال كده اهوت ولا بعلق العيل من قفاه ولا بعمل اي. لا انا هعمل حاجه صغيره خالص. اول حاجه بس الماما عشان نبقى متفقين، انا ايدي في عند كتافها من ورا كده متشاله ازاي؟ الصباعين اهو. لما اجي اشيل البنت ما شاء الله فتحت عينيها زي العسل اهي. بص صباعها فين اهو؟ صباعها فين؟ في قفاها مسنود. وشايلها من تحت عشان الشيله اللي انت هتعملها. الشيله الثانيه اللي هي المهمه جدا ان ماما تبقى متعلماها، كف ايد اهو حاطه على صدرها واروح اقلبها عشان خاطر الانسه شرقت. ممنوع نفخ في الوش ولا في القوره ولا في فتحه النافوخ ولا في كف الايد، ولا نقعد نشيل البنت ولا نقعد نهدهدها ونعمل التخبيطه دي. لا، نقطتين اللبن اللي هو دخلوا في مناخير البنت او شرقوها وحسيت البنت هتزرق رحت شايل. ها متفقين؟ طيب لقيت البنت بقى انا عاوز اغلس عليها وعايز اعيطها او بتنام ومش عايزه تنطق والكلام ده كله، رقم واحد بشيل الليله دي كلها طبعا هنفرشها. اروح شايلها ولسه هوريك التربيطه اللي انا لسه مربطها الواد من اللي كان هنا من شويه، محمود اللي كان خارج بيعيط، ربط تربيطه وهو كان بيصرخ متربطه عندها. احنا لسه هنعملها فريده. افترضي بقى بنتك نايمه خالص مش قادره تصحصحيها والكلام ده كله، احبسي ما عرفتيش بص اطراف صوابعي. ده اللي احنا بنعمله مع البيبي ساعه ما بيبقى لسه مولود. او انا بعملها من هنا ما عرفتش جايبه كده. وممنوع ايه حته ان انا اقعد هزهز بزياده، ده اللي احنا بنخاف منه على راس العيل اللي هو بيقول ممنوع ان البيبي يتهز بزياده اللي هي دي. لكن انا البيبي اهو شايله تيتا مثلا عايزه تهشك العيل تهشك عادي، بس اللي هو ايه الهزه اللي بزياده. بابا بقى بيهزر قوي وعايز ينطط فوق، اول ما يجي ينططها يلاقي الطياره وقعت والبنت ما نزلتش والكلام ده. الفكره عليها حلوه. فكره شباب يلعب مش مبوظ الامر هتهزري. فتحه نافوخ البنت كويسه ان شاء الله. هنعمل 3 حاجات او 4 حاجات صغننين كده. في الاول خالص لسه ما قلعتش، لسه ما اطمنش على الفتحه من تحت، لسه ما شفتش بقيه الحاجه. طبعا مجهز اسئله. طيب بس شفتي تضرب بومب كمان عشان مش عاجبك. 3 4. وزن الولاده بتاعك كان كام يوم؟ 3 كيلو. مش ينفع. بس براحتك. لكن ما تعرفيش طولها كان كام ساعه الولاده؟ لا. بس يا ريت. طيب الحاجة التانية احنا لسه بنسأل، قلنا ان فصيلة الدم هما ايه؟ بلوك ولا ميه؟ ايه بص ماشي. وانت حضرتك قلتي ما كانش فيه لا ضغط ولا سكر ولا اي حاجة اثناء الحمل صح كده؟ طيب الرضاعة مع حضرتك طبيعي ولا صناعي؟ طبيعي. طيب واخبار اكلك وشربك عاملين ايه؟ لا كانوا طايرين خالص في الاول. طيب واخبار ال 3 لتر ميه الاول وال4 كوبايات عشان كوبايتين اللبن وطبق الخضار الكبير اللي محطوط عليه ليمونيه كامله و3 معالق زيت زيتون وتقعدي بألف هنا تاكليه ومش عاوز منك اي حاجه ثانيه بقيه اليوم. بس توريني شطارتك في الليله دي بس. وان البنت تحاولي ترضعيها كل ساعتين، قامت قبل كده ترضعيها عايزه تنام اكتر من كده ولا لها لا بس معلش الكلام ده ما ينفعش، خلاني زعق وبهدل الدنيا والبنت ما ينفعش. لان سلبسها بقى عشان خاطر ما اول سؤال بيتسال البنت تلبس ايه؟ على فكره انت ممكن تلبسها البنت ده على بنطلون وتبقى كده 100 100. بس ممكن تلبسها فانلة حماله وفانلة نص كم فوقيها او السلوبيت ده على فانلة حماله والبنطلون من يعني السلوبيت اهو حماله معاه وبس زي ما حضرتك ملبسها كده. انا شايف مش كده. طيب عينتك كانت اتعملت؟ طيب وقامت الكتف اخدتها؟ طيب بس يا لولو بس يا لولو. طيب انا بعمل حركه صغيره لذيذه قوي ان انا بروح جاي بص على ان الطفل الاقي حاجه انا اسف حاضر هضربه لسه هنربطه النهارده. طيب قلنا ممنوع البوس من البق والمقصود خنفره المناخير وارد معاكي لحد اول سنه فما تقلقيش. طالما البنت ما بتديش لا اوترفين ولا اي حاجه ثانيه، بنتي بتمسك في الرضاعه وبتنام كويس بس صوت مناخيرها عالي انسي ما تعمليش حاجه. لكن صوت مناخير بنتي عالي سنه صغيره الانسه بتشرق والبنت مش مديانا فرصه انها ترضع وعماله بتشرق او بتصرخ يبقى بس تعالي بقى يا قمر هنعمل طب هي ساعات بتشرب عادي خالص. ما احنا قلنا ساعه ما تشرق حضرتك ما تقعديهاش، لا ده انا بروح اقلب البيت. بص المنظر واروح مخبط لها كده. بنسميها ايه؟ من حضرتك لو بتسوي حاجه على النار والحاجه حسيت انها تتحرق بتعدليها كده وعشان تنقط زيت على ايدك ولا بتقلبيها من بدري من تحت علشان خاطر ما تقعش؟ هو ده نفس الكلام. نقطه اللبن واقفه هنا، عدلتها هتنزل على صدرها، قلبتها هتخبطي هتزقها على اللي قدام وتنزل في الرياله او تنزل في الحاجه اللي هتنزلها من مناخيرها. نكمل.
بعدين لسه ما عملتش حاجه ولسه ما قلعتش الانسه. ها كده لسانها ما فيهوش حاجه ولسانها مش مربوط وشويه الفطريات كويسه لسه فاتك رابطه دلوقتي. لا رابطه خفيفه خالص ورابطه غير كامله فما فيهاش اي مشكله. موضوع اللسان بص اهو، بص عشان خاطر ما حدش يترعب اهو دخلت انا عارف ان انت هتترعب. بص بقى المنظر بحاول امسح شويه عشان خاطر بنضف اهو. خدت بالك؟ عيطت شويه انا هسكت. انس اغسل ايدي بسكوته وبعدين ماشي؟ صح كده انت كده قريب. طيب المهم موضوع الضوافر بتتقص كل 3 ايام وكل يومين او كل ما تحس ان ضوافر البنت طويله وممكن تعور. ماشي؟ نبتدي بقى. قلنا الحقنه بتاعت الكتف نبص عليها والمفروض انها بتطلع لنا علامه، العلامه موجوده عند بنتك اهو. الحتت الزرقاء اللي موجوده عند الانسه دي مكان المشيمه بتاعت ماما وده التلامس بتاعها من اي منطقه. في اطفال بتجيلهم هنا، في اطفال بتجيلهم من عند الكتاف، في اطفال بتجيلهم في اطفال بتجيلهم منين؟ بتجيلهم في المنطقه دي عامله سكيل اهو. مغرقه نفسها عادي مفيش مشكله. طيب تلعب بنتك لا تعمل كم مره؟ تعمل مره بعد كل رضعه وليها مرتين كمان. طيب ايه اللي انا بعمله ده؟ ان انا بطمن ان الحضن ما فيهوش خلل ولا يجي ولا اي حاجه، وبطمن عند الشهر الرابع وعند السنه. ماشي؟ طيب ما عنديش تقويصه وما عندهاش فلات فوق. طيب الحاجه اللي بعد كده البنت بتدهن لها كريم دايما تبقى المنطقه دي غرقانه من تحت. يعني ما احطش كده نقطتين كده وامسح، لا ده انا بغرق وبدي طبقه وما تدهنيش بقى اللي هو ايه ميكس ديرم اي حاجه فيها ديرم ولا كينوكومب ولا الكلام ده الا اذا كان جلد البنت تعبان. وتعبان بزياده مش تعبان اي كلام. الحاجه الاخرانيه اللي انا كنت باكد عليها ان انا بفتح من تحت واطمن اول فتحه البنت نظيفه ولا لا موجوده. بس البنت حضرتك المفروض بعمل حساب ان انا بفتح كده واروح منظف البنت جامد من تحت. ما خفتي بقى واقول اصل انا مش عارف اوصل ايدي للبنت والكلام ده، طبق ميه وتعاليها فيه وتعمليها. ما عرفتيش تيتا تيجي معاكي، ما عرفتيش بابا يعملها، ما عرفتيش تعلمها ما علمهاش. بس يعني البمبرزيه بعملها ازاي؟ بسحبها من فوق جامد واروح مسقط لقدام واروح كده اهو. طب شادد على بطن البنت؟ لا ما عنديش اي مشكله خالص اهو. ماشي؟ حته الانتفاخ هتلاقي الانتفاخ عندها من هنا عالي سنه ومن هنا رامي بره سنه، ما عنديش مشكله مع اي عالي بيرجع. انا اسف. طيب طبعا الاوضه مقفوله والنفس مقفول دلوقتي فما عندكيش اي مشكله خالص. بس هي دي بس يا قلب بابا بس بسم الله يا حبيب بابا. طيب احنا قلنا فتحه من قدام مفتوحه اللي هم ال3 صوابع، من ورا مقفوله ما عنديش مشكله. البروز العظمي اللي هنا دوت ما فيهوش اي مشاكل. حضرتك لو حسيت بايدك هتحسي هاتي ايدك كده ما تطلعش ماما كده تحس ان في كعوره سنه صغيره. طيب دي حاجه اسمها غدد لمفاويه او حيل ما فيش عندك مشكله منها. الحتت الحمراء اللي هنا ديت بيبقى اسمها وحمه دمويه بترجع عند 1.5 سنة ما فيش مشاكل. الشعر اللي موجود عند البنت في اول 2 سنين بيروح لوحده فمحدش يقول لك بقى وطوطيها ولا نقطتها نقطتين لبن من عندك ولا الكلام ده كله، هيجي وقتها وهتطير. ماشي؟ بس وما نفعش بقى هي كده هتبقى اموره وبنوته وهتروح بيت سنتر ومش هتلحق عليه. المهم طيب احنا كده خلصنا الحاجتين الاساسيين. خليك انت ثابت بس كده وقت انا هروح اوزن البنت وما تحركش الكاميرا لحد ما اجي. ماشي؟ هي كده احنا 3600 حضرتك كنت قايله لي انها 3200. طيب 3600 تعالي نحكي حكايه صغيره. بنقول ايه؟ انا البيبي عندي بيتولد بينزل من 200 ل 300 او بمعنى اصح 10% من وزنه، يعني دي نزلت لها حوالي 250 300 جرام في اول 10 ايام لحد ما ماما تسمع الكلام وترضع بنتها كل 5 دقائق لحد ما اللبن عندها يبتدي يشد ويبتدي ينزل اللبن. حلو، ده اللي احنا بنقول للام اول 3 ايام عيلك لازق على صدرك، ال 10 ايام اللي بعدين الكلام ده لازم تقولي للناس كلها. ال 10 ايام اللي بعديها او اول لحد ما تتممي شهرين عيلك كل 5 دقائق تاخديه على صدرك وما تديلوش فرصه ينام اكتر من نص ساعه. مره واثنين وعشرة، نهار قبل الليل، ومفيش حاجه اسمها اصل بنتي بتنام. تسمعي؟ خليكي اسمعي. قلنا موضوع الحلق بس قلت لحضرتك عليه انك انت الحلق ما تبقاش حاجه تقيله، لان انا شفت واحده جايبه اللي هو 1.5 جرام الفصايه فنازل فقطع هنا، وبنت ثانيه بارز من ورا نقطه صغننه فجت الام بتقلعها لقت نقطه دم ففوجئت بانها شرمه ودن للبنت، وفي واحده ثالثه جايبه المنظر دوت العيل الصغير بس اكبر سنه صغيره 2.5 شهر بتعمل كده اصبع على الرشا تجيب يمين شمال ما جابش معاها. طيب فاحنا بنأمن لكن ما تقلعيش الحلقه وما تروحيش تجيبي الثاني، ولو عايزه تركبي الخرم الثاني الحلقان معايا ريت. تاخدي ناشف من دلوقتي تاخدي حقك في البيت. اهلا وسهلا، تبقي شاطره ونعمله لك بروموشن واللي هتسمع الكلام هعمل لها انا تحت امرك.
شكرا يا بابا. طيب لها 10 عطسات ولها 10 كحات ولها 20 30 زغطايه ما فيهاش مشكله، ولها انها تتحزق اول 4 شهور، ولها انها ترجع من 6 شهور لسنه، ولها انها تعمل حمام بعد كل مره رضاعه، وممكن تعمل مره كل 3 ايام. ها اكتر من كده تاخد لبوس، اقل من كده مفيش مشكله. عيل بيعمل حمام، كل العيال النهارده عملت فيهم ايه؟ كله اللي عمل ستول انا هعمل فيكم نفس الحركه كده، هو تحت الحنفيه ربع ساعه، وتروح مغسله البنت بميه وصابون، وتجيلي اغرقها كريم من هنا، وتروح ملبسها الحفاضه الثانيه، وتوريني انت بقيتي شاطره في تلبيس الحفاضه ولا لا، وتروح مروحين بالسلامه. ها ماشي؟ طيب يهمني حاجه بس صغيره، انا بخلي العيل الصغير زي ايه؟ زي الحما كده، فبروح باصص من تحت بلاقي بيبقى فيه هنا سنه تسلخات بسيطه اللي هو الاسمر ده، بحاول انضف اهي. ماشي؟ فبعمل حاجتين، الاولانيه اللي هو الشغل الروتيني اللي حضرتك بتعمليه كل يوم من غير الحموم، اي كريم او لوشن اهو. بقى انت يا بنت ولا عشان اسمها فريده هتتنطط عليا انت؟ هو بيدخن؟ طيب يعني لسه بنتكلم في موضوع الدخان، بنقول ايه؟ بنقول احلى وضعيه العيل بيسكت فيها لما يتحط في صدر ابوه، فصدر ابوه عمره ما ينفع له وهو معبق دخانه، عايز اقول لك الطعم ما بيبقاش يدخل بيه خالص. طيب قطع نفس ما عنديش مشكله خالص، هتاخد وقتها. بص انا بعمل ازاي؟ مديت الصباع والنضافه اهو، نطفي تبقى زي العسل اهو. طيب قطعت نفس هصالح بسم الله. وفي حاجه كمان اللي هي اللي انا بتكلم عليها، بص انا بتكلم ازاي؟ خدت بالك الفايبريشن بتاع صدرنا صوته من جوه بيهدي الولا في لحظه. شفت بقى عمال اقول بابا هيعمل نعم اعملي كل اللي انت عاوزاه، بس انا اللي انا بتكلم فيه انا بقول ايه؟ التكه الصغننه اللي هنعرف نمسك ابوها منها. ده انت وقتك هتيجي. بص بقى اللفه الصغيره عشان خاطر انا هسمع بس ضربات قلبها الاول، وبعدين هرجع للحاجه الاخرانيه اللي انا عاوزها. طيب البنت جدت، لا الاوضه دافيه ومتقفله سواء احنا بنتحرك بيها. سهية تستخدميها بعد اول شهرين، اذا نقتلها خالص في الشديد الاول استخدميها. هو انا عايزه استخدمها الصراحه. نعم عايزه استخدمها. خلاص هتيجي، بس هي الفكره كلها اللي هو ايه؟ داخله 10 دقايق المطبخ، ايه داخله 5 دقايق تعملي بابا الاكل. بالليل. ومين اللي قالك ان انت لما تديها لها تسكت؟ وهتلاقي في دماغك برضه يتقال لك اعشاب، مين اللي قال لك ان انت لما تديها؟ وهيتقال لك رضع صناعي، مين اللي قال لك انها برضه البنت بعد ما تاخد كفايتها والكلام ده كله ما تتنططش علينا. ايه طيب النقطة اللي انت عايز تسأل عليها، البنت لسه صفرا ولا مفيش؟ بس خلاص اربط انا بقى التربيطة بتاعتي وعلى ما طلع لي اسئلتك بقى خشوله تحط ايدك بص عامله ازاي؟ ريق ولبن ما تبلعش، فالبنت لما تيجي ترضع انا اسف بصي لما تيجي الانسه هتمسك مثلا وهتمص هتلاقي الصوت راح، هتلاقي البنت بتاخد نفسها او بتعيط 3 مكان. طب ده من صدري ولا من بوقي؟ من اخر مناخيري من ورا واول زور. لكن لو على صدري بنتي كانوا فيهم اللي من فوق مش من تحت، شفتي ماسكه في صدرها ازاي؟ حضرتك ما بيخش باله مني. معلش يا حبيبتي هياخد. بص بقى الليله الاخرانيه دي عشان دي بتاعتك. هتقولي لي التربيطه وغير ادميه والبنت الصغيره تعيط والكلام ده كله. بص المنظر ما تقلقيش على نفسك. انا مربط رجليها اهو وهربط رجليها في النص كمان، بس هي دي. ده التربيط اللي لو انتوا قاعدين في الامارات هيتعمل لها، لو انتوا قاعدين في انجلترا هيتعمل لها، لو انتوا قاعدين في الهند هيتعمل لها. ماسكه ولا ماسكه؟ دي بقى اللي ما بيعرفوش يشيلوا العيل، او لو احنا عاوزين العيل الصغير يبتدي يتعود على انه متثبت زي ما هو في بطن كانه في بطن امه. هي ها بس هي دي. ها ايه تاني يا بابا؟ اساسا على ايه؟ الفيتامين ده اللي هتديه ادويه الانتفاخ دي اللي انت عايزاه وزي ما انت عاوزه، لان ما عنديش مشكله خالص كلهم زي بعض، ماكسيد واكواسيد ومأنون وماء غريب، وما تكلفوش نفسكم تجيبوا ماء غريب المستورد لانه مش موجود هنا ولا بره، وبعد جابوه من دبي ما لقيهوش. ها ماشي الكلام. واسمها ديت ودنتينوكس وبيبريس وسامسكول نفس الماده الفعاله، بس هي مساله اختلاف من عيل للتاني عشان بيرضى عليه ولا لا. بص البنت انا بتعمد ان انا اعلي صوتها عشان خاطر هي اتكمرت واتربطت فحست بانها خلاص لا حول لها ولا قوه وهديت وقاعده اهي على صدر خالها. يا حبيبي
بتحل. ها السفر معاك لحد ال 40 او لحد 4 شهور طالما انت ما عندكيش اي مشاكل في بينك وبينها. اكلك وشربك زي ما احنا لسه قايلين، ورضعي البنت على قد ما تقدري، وحاولي ان المكان اللي انت هترضعي فيه او البيئه اللي هترضعي فيها البنت انها تبقى بيئه هاديه مستعده للرضاعه. بمعنى العيل الصغير ممكن يسمع صوت بره يتخض ما يرضعش. مره في مره تتعود على انها الوضعيه اللي بتتحط فيها على صدر ماما عشان ترضع هي دي الوضعيه اللي بتنكدها مش الوضعيه اللي بتريحها. حكايه ان انت بترضعي البنت اهو كده ماشي، ترضعيها 30 درجه مايله ماشي، بترضعيها كده ماشي، ترضعيها واقف ماشي، ترضعيها على نفس الصدر الناحيه دي ماشي، ترضعيها وانت نايمه على جنبك اليمين اهوت والبنت نايمه على جنبها ماشي، ترضعيها وهي على ظهرها وحضرتك اللي مقلوبه لها وده اللي بيرضعها ماشي. هو ايه اللي غلط؟ حتى لو لبن الام دخل ودن البنت ودن البيبي انت رايح فين؟ عايز الربط. الربط ده جزء ما تقلقيش منه، حتى موضوع اللبن بيقول لك ان لبن الام فيه اجسام مضاده حتى لو دخل في ودن العيل على الكلام اللي بيتقال اصل هو اللي هيعمل له التهابات والكلام ده كله، برضه لبن الام يعتبر امن لان الاجسام المضاده اللي فيه امان. انت بتسمع؟ انا اسف وصلنا على قاع العين كويس وبياض عينيها مصفر سنه صغيره ما فيش منه اي قلق، عايز اقول لك 40 45 شهرين 3 شهور والشهر الرابع كمان ما عندناش اي مشكله. مين ده يا بابا؟ ها قولي سأل على ايه تاني؟ قلنا الفيتامين ده البنت تاخده وماما تاخده وماما تاخد اوميجا والكالسيوم والحديد بتوع اللبن بتوع الحمل حاولي تاخدي منهم وزودي الجرعه وظبطي اكلك. مش مطلوب منك تلغي اكل ولا تضربي اكل كتير، لكن مطلوب منك ان انت تاكلي الاكل الصحي اللي يرجعك للحاله الصحيه اللي لما تبقي طالعه من الحمل ما تطلعيش منتهى يعني متبهدله خالص. ممنوع البسم البق. لا البنت وزنها بيزيد بيني وبينك الميزان، ثبتي ميزان لو كنت هنا ولا هنا شفت البنت فكت ايديها عشان كده فاتت عليا. لو في ميزان عند تيتا ممكن يبقى احسن من ميزاني واي ميزان دكتور تاني. ليه؟ عشان هو ميزان واحد اللي العيل بيتثبت فيه اللي احنا هنثبت عليه وبرغم وزنه على حفاضه ناشفه يبقى 50 جرام وعلى قطعه واحده كمان ادي 50 جرام يبقى توزني البنت وتروحي مخصمه 100 يبقى انت كده زي الفل. لكن هتقولي لي اصل انا رايحه الصحه يا اما بهدومها كامله يا اما بتعمليها سندوتش، يا اما بتعمليها بهدومها كامله يا اما بتعمليها اسمها ايه؟ يا اما بالبطانيه. بس ايه تاني؟ قرأتي 5 دقايق 10 دقايق قدرتي اكتر من كده يعني مش محتاجه وتقعديها في وضعيه 30 درجه. انا اسف ماما اني اسف اني وحش شفت لما فكيناها زعل اني اسف اني ماما وحشه ماما ابوكي وحش انا ميه حنفيه ما عندكيش مشكله خالص. بس قلنا ماما تاخد اوميجا كلمي الدكتور بتاع النساء او رجعي الادويه اللي معاكي واي نوع كبسولات اوميجا تاخدي منها عادي خلاص مره في اليوم بس يا بنت انا مش طب الريفه اللي هتطلعها من بقها مسحها عليها وخلصت على كده. عليها خالص. طب العيال بالليل هتفرج عليكم خلي ولا يهمك اول 4 شهور واهدوا خالص افرشي البنت على السرير او سريرها او فرش على الارض وسيب الراجل يخش ينام له ساعتين عشان خاطر دخلي له البنت جنبيه ويجري واستخبي. طب انا مش محتاجه اي حاجه من المغص. مش محتاجه اي حاجه اكتب لك الادويه مفيش مشكله بس انا بقول لحضرتك كلها تحصيل حاصل. طب في حاجه من ورا عايزه اقول لحضرتك فتحه كده صغيره اللي هي السمره الصغننه خلص اللي من ورا انت ما تقدرش بس عشان تشوف قصدك على دي؟ عليك بس بتغسليها اول باول. يلا ايه تاني؟ يهمني بقى موضوع شعر ماما. ده شعر بابا طبعا انا عارف هو شعره طويل يعني ومظبطه جابه ومرجعه ورا كمان من طول بس خدي بالك عشان خاطر بس ما تجيش واحده يعني ما تجيش في بعضه كده وتلاقي صباعين ملفوفين على حوالين شعرها. طيب ها لما تطلع احنا قلنا مش محتاجين حاجه بنتك اهي قطعه والقطعه الثانيه اللي تحتيها من غير ليفر وبنتك زي الفل. طيب يهمني بقى عيل كل 15 يوم لحد ما يخلص النص الثاني او حتى لحد ما يخلص شهرين وبعد كده كل شهر لحد السادس وبعد كده كل شهرين لحد ما يخلص سنه وبعد كده كل 3 4 شهور مره لحد ما يكمل 5 سنين ولا حاجه قبل ما ندخلها المدرسه. خلاص يا عم يلا بقى.